في ايه اروع من الاشخاص الايجابيين في وقتنا ده، في زمن مليء بالتشاؤم واليأس والسلبية والمشاكل والازمات؟ في دراسات حقيقية اكدت ان الايجابية والاندماج مع اشخاص ايجابيين دي حاجة بتطول العمر. يعني مثلا في دراسة اجريت على 180 راهبة بدأت في العشرينات من عمرهم لحد منتهى عمرهم، يعني دراسة تقريبا استمرت اكتر من 50 سنة. الدراسة ومن خلال رسائلهم بتثبت بأن الراهبات اللي كانوا بيحبوا الإيجابية وبيتكلموا أكتر كلمات إيجابية عاشوا 10 سنين أكتر من الراهبات اللي كانت كلماتهم سلبية. يعني الإيجابية بتعيش أكتر، الإيجابية بتوقي من أزمات القلب. يعني مايو كلينيك للتفكير، مؤسسة مايو كلينيك قالت إن الكلمات الإيجابية بتطول العمر وبتقاوم الاكتئاب وبتقاوم الآلام والأمراض وبتوفر حياة نفسية أفضل، بتقلل من احتمالات أمراض القلب كلامهم هم، وبتساعد على التكيف مع الصعوبات والضغوط. علشان كده لازم دايما نكون مبتسمين ومتفائلين ودايما ممتنين لربنا عز وجل وممتنين للآخرين. 3 من 4 من سكان العالم قالوا إن الضغوط بتمنعهم من الاستمتاع بالحياة. نص البشر تقريبا بيتخانقوا بسبب ضغوطات الحياة.